مساء النور يا لطفي، شحوالك؟ اهلا وسهلا. ليلى بن عطية الله من جوهرة فام. الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا لطفي، واحنا ما احناش مصدقين اللي احنا نسمعوا في صوتك. عايشك الحمد لله، وان شاء الله يا ربي نكونوا من اول المهنئين ليك، واكيد اجواء الفرحه ما نجمش نوصف لك لنا في تونس، الناس الكل فرحانه يعني وقت اللي سمعنا بالاخبار. ما نحكي لكش، احكي لي شويه يا لطفي كيفاش تمت العمليه، عندك شي بعض التفاصيل؟ والله يعني تفاصيل احنا في بعاد على التفاصيل الكل، يعني مجرد انه جاوا اعلمونا انه باش ينقلونا الى هيئه الاتصال الخارجي، وصلنا لهيئه الاتصال الخارجي تقريبا بعد 5 دقائق من وصولنا. وصلت في محمد من ممثل السفارة التونسية، ومكنني من الاتصال بعائلتي وسلم علينا وسلم على زملائي كله وطمأن علينا. وبعد كده بعد تقريبا 10 دقائق وصل سعادة السفير، واتصل بنا بعدين معالي رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي وطمأن علينا والحمد لله. لطفي كيفاش كانت ظروف الاعتقال غادي؟ كيفاش كانت؟ كيفاش شدوكم؟ شنو اللي صار؟ احقاقا للحق يعني ظروف الاعتقال كانت يعني على غير المتوقع، انه عاملونا معامله جيده جدا، وهذا يعني من باب الشهاده مثلين، يعني انه صراحه لم نتعرض لاي مضايقه لا نفسيه ولا جسديه خلال مده الاعتقال، وكانوا يحترمونا احترام شديد، وحتى انهم يعني ما احتفظوش بنا في الاماكن يعني الاعتقال العاديه اللي فيها يعني المساجين العاديين، ونقلونا الى مكان مرفه نوعا ما، يعني فيه كل الظروف الصحيه وظروف الاقامه المريحه. يعني الوحيده انه كنا معزولين على العالم، يعني ما عندناش اي خبر على ما يدور في العالم كل في 26 يوم يعني. يعني انتمائك كل تونس والطاقم الجزيره ما اثرش يعني على معاملتهم ليك؟ بالعكس، ممكن يعني انتمائي لتونس هو خلى المعامله تكون خاصه جدا وفيها اكثر لطف، لانه كنت نسمع من السجانين انه دائما انه معليش يا راجل، يعني كل بدايه لها نهايه، وانت تونسي وكونا واحنا من اصل واحد، والحمد يعني لله. يعني كانت معاملتهم من الناحيه هذه، حتى زملائي الثانيين يعني كانوا يحسوا انهم يعني منهم، يعني بصراحه على مستوى المعامله كانت معامله راقيه جدا. يعني الكلكم لاباس، لا وقع ضربكم لا اهانه لا حتى شيء؟ الحمد لله. لا اي شيء من هذا النوع. لا جست يعني الاتصال كان مقطوع مع العالم الخارجي ومع عائلاتكم. الحمد لله على كل مرة أخرى على سلامتك يا لطفي. الحمد لله والله فرحانين برشا برشا، وإن شاء الله نكونوا من بين أول مهنئينك يعني غادي مباشرة في الحدود التونسية. مرة أخرى ألف مبروك، وإحنا قاعدين زادة باش كلمت أمك والعائلة وزوجتك ولا تو؟ كلمت أمي، لكن زوجتي معنا حاول ساعات السفير إنه يتصل بها، كان رقمها مشغول، وإن شاء الله هنا حتى احنا زاد قاعدين نتصلوا بها. على كل الحمد لله كل اهالي القروان وكل منطقه العلاء وكل حقيقه توانسه دون استثناء ما تصورش قديش حبوك وقديش يعني تضامنوا معاك يا لطفي، وقديش حسينا بالوقفه التضامنيه هذه اللي اول مره يمكن تصير بالكثافه هذه، والحمد لله قلوبنا كانت معاكم، والحمد لله على سلامتكم. الحمد لله. شنو تحب تقول في الاخر للناس اللي ضامنت معاكم الكل؟ أنا نحب نقول اللي تونس اليوم ما هياش تونس نتاع البارح، وتونس اليوم تزيدنا فخر على فخر، وإن شاء الله نطلب حاجة واحدة من الشعب التونسي، إنه إذا كان اليوم مطلوب منا باش نضحيو أكثر باش تكون تونس اللي حلمنا بها الكل، والحمد لله تونس تغيرت. السلام عليكم. يعطيك الصحة على كل. إن شاء الله تونس من حسن إلى أحسن يا رب. الحمد لله الحمد لله على سلامتك مرة أخرى يا لطفي. الحقيقة فرحانين برشا برشا بالاتصال هذايا، وإن شاء الله نشوفوك بحذانا هوني في تونس ونفرحوا بيك. الحمد لله هذيا كيف ما قلت بشرة خير لكل المستمعين دون استثناء، وإن شاء الله يرجع بحذانا لطفي المسعودي وكل طاقم لابس عليهم.